الدارج المغربي انا ما حقدر افهم منك حاجه، ما انا الكلمه الوحيده اللي بفهمها ان يديروا معك مغربي. دي الحاجه الوحيده. او شو سنتكلم عربيه فصحى صح؟ ما يتكلم العربيه الفصحى، هي صعبه عليه برضه شويه لكن شنو خلي اللغه مفهومه الكل، مفهومه لي وليه وتكون نظيفه. راح نحاول ماشي. ايوه من عنده ومن عنده صح. ما انا شنو يعني لما تتكلم معي كده بطش. عارف يعني شنو بطش؟ لا ما راح اتكلم بالدرجه المغربيه السريعه، ما تخاف راح تفهمني ان شاء الله. يلا قول اسمك منو؟ عرفنا عليك اول حاجه. اسمي عمر خالد دوان، مقيم بمدينه وادزم، إن مدينه صغيره. وادزم إن مدينه صغيره في المغرب، في وسط المغرب. بدرس حاليا، بدرس علاج طبيعي سنه ثالثه. ما شاء الله. سنه ثالثه راح اتخرج هذه السنه، سنه 2000 ان شاء الله 2026. ايش بدك تعرف؟ وادزا مدينتك اللي انت فيها، ايوه، فيها معالم سياحيه. فيها شنو؟ وادزم كانت متميزه انه الاستعمار الفرنسي كان مقتن فيها بشده، انها كانت مدينه شهداء، مدينه جهاد، مدينه فيها معالم فرنسيه كثير. عندنا هي اصبحت مغربيه المعالم. لا المغرب مغربي، ما في الحين صارت مغربيه. أيوة. بس اللمسه بتاع بس تعال بتقول له في شنو؟ لا راح اجيك للمعلومات. اللمسه بتاع المنازل اللي في وادزم لسه في منازل على الطراز الفرنسي بطابع فرنسي. أيوة. عندنا دي كانت اول مدينه لها سكه حديديه في المغرب. يا سلام. بسبب قرب الفوسفات. وكما تعرف انه المغرب هو أول مصنع ومصدر للفوسفات في العالم. صحيح. مصدره ما بين مدينة وادزم ومدينة خريبكا. سؤال مهم، مرحبا. أنت متزوج؟ لا أنا في عمري 19 سنة. 19 سنة ما عمر الزواج؟ لا صعب، لا طيب. مش عمر الزواج من السن 25 ما فوق. ماشي. طيب الزواج عندكم في مدينتكم سهل ولا؟ لا يعني كفلوس يعني كمادة المغرب كله. كيف المغرب كله مثل مدينتي، مثل الرباط، مثل المدن الكبيرة بتكون. بل هناك تقاليد. التقاليد اللي بتختلف. ما في شيء مختلف كثير، بس هو ماديا المغرب كله كيف الزواج صعب يعني الحين. مثلا لو انت عايز تتزوج، أيوة. بتدفع كم بالدولار مثلا؟ بالدولار احنا ما بندفع، لانه ما بندفع. بتتزوج مجانا؟ لا بتزوج بس دولار $1000. لا مليون مغربي. مليون مغربي بس. مليون مغربي بكفي لك الزواج بتاعك كله. لا المهر $1000 بس العرس كله بالأثمنة تجي شيء. ايوه كل العرس 10,000 $15,000 على حسب. والله على حسب 15 ممكن توصل. انا شفت اعراس وصلوا حتى 40 و50 و60 ألف دولار. انا كنت افكر الزواج مغربيه لكن خلاص. لا بس $1000 دي بس المتوسط، قليل من المتوسط. فيه على حسب ممكن اكثر، على حسب العائله اللي انت راح تتزوج منها. ايوه. ولكن ما عايز اتزوج في العاصمه. بس ممكن زواج في العاصمه راح تصير في 60 و70 ألف دولار حقيقي. ايوه. بس لم يكن زواج سهل. هناك مدة للتعارف خطبة. صح. ده الطبيعي بتاع الزواج، انه يعني انا لو تقدمت لكريمتك مثلا، نعم، انت تعرف اصلي وفصلي وانه انا انسان كويس او لا، حصونه ما حصونه. ايوه تعرف تاريخ العائله. ايوه لانه هذا نسب ويجوا اطفال وكده. ده شيء طبيعي ويحصل في اي دوله وما يزعل احد يعني. وانت بتعرف بان المغرب هناك تقاليد في الاعراس تاخذ وقت. هناك كموسيقى اللي معروفه الشعبي. انا شفت شويه من هناك انغام متنوعه ديال الموسيقى، قناوه شعبي. الزواج المغربي الجميل فيه هو انك كل جهه في المغرب اذا ذهبت لعرس فيها راح ترى اختلاف. الاغاني الشماليه ولا مثلا الشرقيه مو مثل الاغاني الجنوبيه، مو مثل الاغاني اللي في الوسط. كل عرس مختلف جدا. راح تلاقي 12 13. انا والله انبسطت أيوة. نحن في السودان بنسمي دي ونسه.
في المغرب نسميها ونس. فنحن قاعدين ندردش معاكم وانا والله حقيقي انبسطت بكم وشكرا لكم. سؤال، بتشجع المنتخب السوداني؟ ليش لا نشجع كل لا الفرق. لا ماشي. انت بتشجعني. شفته امبارح في مباراة السودان مع كينيا، المغاربة كانوا بيشجعوا في المنتخب السوداني كأنهم نعم نعم المنتخب المغربي. نعم لاحظت أن هناك المنتخب نحن بنشجع المنتخب المغربي ونحن نشجع المنتخب السوداني. كل المنتخبات المسلمة العربية والله ديما مغرب وديما السودان حبايبي. شكرا لكم. شكرا لكم. مع السلامة. سلام.